مبروك فوز مبروك حلو يا رب. الدقائق الأخيرة. أكيد طبعا الشعب العراقي محتاج هاي الفرحة، إحنا محتاجين نكون إنجاز لبلدنا. وطبعا كل الشكر لمنتخبنا العراقي وكل الشكر للجمهور على التشجيع. الحمد لله على الفوز. هدف أيمن حسين باللحظات الأخيرة يعني انفجرت المدرجات. طبعا أكيد منتخبنا قوي وإن شاء الله نبقى دوم بهذا الفوز وهاي الأفراح يا ربي. أول شيء الحمد لله والشكر على الفوز والحمد لله، وإن شاء الله فاضنا الكاس بإذن الله. الدقائق الأخيرة وأيمن حسين عوض لكم الجزاء وسجل. والله ايمن حسين ماكو منه اثنين، هذا يونس محمود الجديد، السفاح الجديد بإذن الله بإذن الله. هذا مهاجمنا ان شاء الله، ان شاء الله يكون هداف البطوله. علاوي حبيب قلبي على راسي. احنا جينا من الاردن. تبديلات اليوم قلبت تبديلات ما شاء الله عليها، ما قصر المدرب. وعلاوي ما شاء الله عليه كان نجم، وايمن ما شاء الله عليهم ابطال، ومبارك لكم. وان شاء الله فوز منتخب الاردن اليوم على شقيقنا البحرين. ألف مبروك. الحمد لله والشكر، الله وفقنا ونصرنا على كل احد، واهم شيء نصر ايمن علينا، لان احنا كنا نحكي عليه، وان شاء الله الله يوفق علينا بعد، وما نرضى بغير هداف البطوله الايمن، والكاس اخذناه، هذا انتهى الموضوع. ان شاء الله كاس لنا. Okay. The match was nice. Iraq plays well, and Vietnam, of course, play well as well. We are Vietnamese. We win, we win. If we lose, we win as well because we are Vietnam. We're from Vietnam, and we will be back stronger. Thank you so much. You play very well, Iraq. Good luck for next game. جميع أول شيء مبروك للشعب العراقي على هذا المستوى وعلى هاي النتيجة. صح كانت مباراة صعبة، بس الحمد لله تحقق لها مثل 3 نقاط. احنا نطمح انه ابعد من هذه المرحلة، والمباراة القادمة راح تكون اصعب من هذه المباراة، وان شاء الله الشباب هم قدها وقدود. فيكم مبروك لكم الفوز، وكنا فوز نستحقه ولو جاء متاخر طبعا. وان شاء الله النقاط اهم شيء 3 وصدارة المجموعة، واحنا ما راح يهمنا اي واحد راح يلاقينا ان شاء الله دور 16 وعابرين ان شاء الله. صحيح، اول شيء نقول الف مبروك إن كجماهير، والف مبروك للشعب العراقي. فوز مستحق اكيد بقياده المدرب كاساس، ان شاء الله نحو الافضل. والله اول شيء الحمد لله على الفوز. الفريق يعني كان بالشوط الاول مو زين، لكن بالشوط الثاني بعد التغييرات جيد. بس اطلب من بشار رسن خليه يراجع على نفسه. الحسيني اهلا وسهلا بك. اهلا بك. اليوم كلش فرحانه انه المنتخب فاز، وفرحانه انه تاهلنا، وان شاء الله يوم الاثنين يوم 29 ايضا العراق يفوز والكاس عراقي، واسود الرافدين بيض وجهنا. واني تركت كل اشغالي برامج، وايضا مديره قناه زاغرس في بغداد والمحافظات، وكل شغلي حتى اجي ازر منتخبنا البطل. والحمد لله اليوم بيض وجهنا، وان شاء الله دائما يبيض وجهنا والكاس عراقي. اول شيء الف مبروك لكل الشعب العراقي، الصداره بجداره ب9 نقاط على مجموعه مو سهله. الف مبروك لهذا الجمهور الحاضر من مختلف المحافظات العراقيه. والله العظيم هذا الشعب مستاهل الفرحه، وانا قلت لهم قبل اذا صدرنا المجموعه احنا بالنهايه، لان طريقنا راح يكون كلش سهل. ما قصروا اللاعب، بس اليوم كان الملعب المفروض يكون اكبر، لان هذا الجمهور الحاضر هذا الجمهور يستاهل ملعب كبير. واكو فقره يمكن ما حد يدري بيها، تدرون بالعراق امتحانات نصف السنه، والامتحانات راح تخلص بعد 3 أيام 4، يعني دور النصف النهائي ودور ربع النهائي هنا راح تصير كتل. الملعب ابو ال 65 صدق راح نقطعه. ما عندك صوت؟ اختبى صوت راح. اختبى راح انت. ان شاء الله يرجع لك صوتك منها. لا هسه يرجع. راح يرجع. لا رجع. يلا ارجع. جيب الكاس وجهي. ارجع. الكاس جيبه وجهي. زين هسه ارجع صوتك. هذا معروف بالاشاره. زين احكي لي ايمن من ضيع ضربه الجزاء، كان عندك ثقه انه هو راح يعوض؟ فدوه له فدوه، مهم صدر هداف، عنده ثقه به اكثر من جعفر. احمد ايمن يعوض بعد وبعد. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اليوم ما شاء الله نهنئ العراق العظيم من شماله جنوبه من شرقه الغربه بهذا الفوز والتأهل والصعود اول المجموعه. الفوز دائما له طعم خاص اذا كان بدقائق. اي الف مبروك فوز المنتخب العراقي. مباراة مربكة والله، بس فريقنا قدها، وان شاء الله الكاس هسه عراقي ان شاء الله. الحمد لله اليوم 3 نقاط مهمة وتأهلنا كأول مجموعة،
وان شاء الله هذا يكون حافز بوجود هذه الجماهير لنيل اللقب، بس ناخذها ان شاء الله على مراحل. انا كل ثقه ان شاء الله باسود الرافدين وبهذا الجمهور المتواجد انه يدعم المنتخب لاخر مباراه، وان شاء الله يا رب فارنا الكاس ونصعد نهائي وناخذه ويانا لبغداد. اكيد جايين ندعم العراق. والله صعبة بس يعني فيها توتر بس حلوة، وعندكم أيمن حسين أنقذ الموقف. مبروك. شكرا، الله يبارك فيك. شلون كانت المباراة اليوم؟ فرحة فرحة فرحة، يعني مباراة روعة. روعة. اليوم انتم متواجدين، شنو كان شعورك من سجل ايمن حسين بالدقة؟ واو، فرحة لا توصف، فرحة لا توصف، القلب قام يرجف، يعني مودي يمي هو وابوه حضنه كانما ابني. الله يحفظه ويسلمه ان شاء الله يا رب، دائما يا رب يفرحنا. يفرحنا ان شاء الله. ما قصروا خطيه، ما قصروا يسود رافديه، يخبل، اخذ شيء بالشوط الثاني من شده وحيلهم كلش تمام. ان شاء الله اكيد جاييهم، ان شاء الله جاييهم. من وين؟ من لبنان. من لبنان. شلون كانت المباراة؟ روعة صراحة، يعني مباراة حماسية، أول مرة بحضر هيك مباراة عن جد. يعني أنا بحضر كل مباراة العراق خلص من هلا للنهائي، إن شاء الله يوصلوا النهائي يا رب. وجهكم فال خير إن شاء الله يا رب، إن شاء الله الكاس عراقي يا رب، إن شاء الله الكاس عراقي. من اجى الجول بالدقائق الأخيرة شلون كانت؟ الشعور روعة صراحة، يعني اجى الجول في آخر لحظة، يعني الحمد لله. شكرا.